السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله كاملين بخير. اليوم كما تشوفوا الفطور معانا النواسر هذه نعملوها في الدار، نقصوها مربعات على شكل مربعات نوريه لكم بعد. وهذه هي ماكلتنا اليوم. وقبل ما نبداو ما ننساوش باش نصليو على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول حاجة باش ندخلوا في طريقة العمل، باش نصبوا كاس زيت ونحطوا بالمغرفة الكبيرة هذيك، هو في يمكن 2.5 مغارف كبار طماطم. وحطينا الهريسة عربي، الكمية بتبيع انت والحرورة اللي تحبها يعني، وبصلة، وحطينا اللحم متاعنا ونقليوهم هذوما الكل، نخليوهم يتقليو كما تشوفوا فيهم هكا. وبعد نحط عليهم الحمص زادا كيف الكمية. انا ما نكثرش جينيرالمون، ما نحطش الحمص برشا خاطر الجماعة اللي عندي ما ياكلوش الحمص، جيس نطيب بيه باش نفوح بيه ونزين بيه ونخلي الباقي. حطينا مغرفة تابل، حطينا الملح حسب الذوق وفلفل اكحل، ونقعد نحرك فيهم هكا دقائق على نار هادية باش ما يشدش ويتحرق. دونك هذا هو المطلوب. وبعد هاني باش نمرق عليهم ونخليهم يطيبوا، يمكن 1.5 لتر صبيت ماء. ونغطيها ونخليها. دونك هذه هي النواسر اللي قلنا عليها، هيك على شكل مربعات تتعمل في الدار. الناس الكل، اغلب الناس 90% من الناس يعرفوها. نحطوا عليهم كمية متاع زيت، لازم كل وحدة كل كعبة تشرب الزيت باش ما تعجنش. هذا هو خاطر احنا باش نسقيوها 3 مرات، ركزوا معايا في الرقم، 3 مرات باش نسقيوها بالصوص. فما اللي يسقيها المرة الأولى بالماء وقت يحطوها يعني في الكسكاس، ويهبطوها المرة الأولى يسقيوها بالماء، والمرتين الأخرين يسقيوها بالصوص. لكن احنا من الأول نسقيو بالصوص على رواحنا. تبعوني تو تشوفوا الطريقة بالضبط. حطينا شوية فلفل اكحل، حطينا شوية كركم. بالطبيعة الفحات راهي اختياري، تحب برشا تحب شوية. انا علاش نحط الكركم؟ ما نحبش الحاجة تكون حمراء، نحبها اكل اللي فيها اللون اللي مستصفر شوية. لفحات الفلفل اكحل والكركم راهو تنجموا تزيدوه بعد التفويرة الأولى، لكن أنا جو بريفير إني نحطهم من الأول بالطريقة هذية. دونك خلطتهم، كل كعبة أخذت حقها إن شاء الله، وبعد نحطهم في كسكاس ونحطها تفور. هذا الكسكس متاعنا نصبوها فيها كاملة ونحطوها تفور. هاكا نحطو مغارف لسكيكن لفراشت. هذه الكمية نسيت ما قلت لكمش، اللي هي كيلو يعني متاع عائلة أقل شيء متكونة من 4 أشخاص. كما تشوفوا حطيتها باش تفور، وغطيت عليها بالمنديلة. وبعد ما فورت التفويرة الأولى هكاك يمكن 20 دقيقة، بعد نصب عليها الصوص. شفتوا الصوص كيفاش؟ نسقيها بالكدا
تنجموا تحركوها، تنجموا تخليوها هكاكا وترجعوا تفوروها، لكن انا نفضل انه نحركها شوية باش اللي من اللوطة يولي من الفوق واللي من الفوق يولي من اللوطة وهكذا. ونرجعها فوق الكسكاس تفور. هذه كما قلنا التفويرة الأولى، التسقية الأولى، يعني رشيناها هذيك المرة الأولى، وهذه تويكا باش نرشوها للمرة اللي فضل في الكسكاس هذيك بعد ما سقيناها وهبطناها، حطيناها في رجعناها عليها، يعني اللي هبط من الكسكاس هذيك ديجا هكا. المرة الثانية سقيناها المرة الثانية ونخلطها، وبعد كيف كيف نرجعها تتفور. باهي حطينا لهنا في المرحلة هذه حطينا اسفنارية. شوفوا تحطوا الخضرة اللي تحبوا، خرشف، اسفنارية، لفت، بطاطا، قرع أخضر، يعني في الخضرة الحرية ليكم، وديما نعسوا عليها باش ما تنشحلناش من الماء. هذا هو كما قلنا به. فورناها وسقيناها مرتين. توا حطينا البطاطا وباش نسقيوها للمرة الثالثة. هاكا نعمل لكم في إشارات بداية باش تفهموا اللي هذيك ثالث مرة سقيناها. راهو بين التفويرة والتفويرة يمكن 20 دقيقة 25 دقيقة، وبعد نهبط ونعاود نسقيها مرة أخرى. أول ما تركب، يعني أول ما نركبوا الصوص نحطوا النواصر تفور، وهذاك اللي هبط من الكسكاس نعاودوا نصبوا فوقها، تو بطبيعته يهبط في المقفول. وهذه النواصر متاعنا حضرت، رمينا القراين الأخضر متاعنا وحطينا النواصر في شوف تبارك الله راهو الواحد كبير، يعني ما شاء الله تبذر. نزيدوا عليها سليطة ونزيدوا عليها حاجة ونمدوها للعائلة تاكلها وصحة بالشفاء. زيناها كما قلنا، حطينا البطاطا، اسفنارية، وقرين الفلفل، الحمص، البصل، وطريفات اللحم. وهذا هو فطورنا اليوم. نودكم ولا نشهيكم. وهذه دبارة من الدباير اللي اليومية اللي نستحقوها وناكلوها. تشوفوا ما شاء الله كل كعبة ماخذة حقها في الطياب وما هيش لاصقة بعضها. إذا وصلتوا معايا لهنا ما تنسيوش اللايك والبارتاج والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد، ومرحبا بالجميع. ما بقالي كان باش نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله، وإلى اللقاء. دمتم بخير.